طيب اول حاجه انت ممكن تكون فاكرها عاديه بس هي مش عاديه خالص، ان انت ما تديش اكراميه. شوف ده في هنا ثقافه كامله عن الاكراميات. وهتدفعوا. انا اول ما جيت هنا، انا خلفيتي عربيه، خلفيتي مصريه، ما بنديش يعني بندي اكراميات لما يبقى المطعم فخم اللي هم عارفين بيعملوا لك كل حاجه. لكن في العادي يعني مطعم سريع، كنتاكي، ماكدونالدز، ليه ادفع اكراميه؟ ما حدش يعني يحط له اكل ويمشي يعني. هنا كل مكان حرفيا بتدفع اكراميه، ومش بتدفع اكراميه عشان انت شخص طيب، انت بتدفع اكراميه عشان انت المفروض تدفع اكراميه. لو ما دفعتش اكراميه فانت شخص ما شفتش 5 دقايق تربيه حرفيا. انا حكيت اول مره رحت حلقت هنا، لقيت الحلاقه بنت، فقشطه شغل عالي، كوعي في امان، انت فاهم. سيبني بتحسبني على التليفون كده بالشياكه كده، تليفون $40. قلت اكيد ده المهر بتاعنا يعني. البنت طلعت على التليفون كده، ما ادتنيش خيار ان انا ما اديهاش اكراميه. 15 20 25، لو اديت اقل من 20 فانت ما شفتش 5 دقايق تربيه. وبقى في المطاعم يا رجاله، لو ما اديتش اكراميه هيتوفوا في الاكل بتاعك. انا اول ما جيت ما كنتش بدفع اكراميه، زي ما قلت انا خلفيتي عربيه، فمش فارق قوي ادفع اكراميه ليه. كنت بطلب اكل، بعمل اللي انا عايزه وما بدفعش اكراميه يعني. وبعدين في مرة خرجت مع الشلة اللي في السكن، في النهاية واحنا بندفع انا ما دفعتش الإكرامية، يعني حتى دفعت لواحد صاحبي وما دفعتش الإكرامية. راح بصوا لي كده، انت ما بتدفعش الإكرامية؟ قلت لهم ايه يا جماعة عادي يعني، هو ايه هم مش بياخدوا راتب؟ قالوا لا ده مش عارف ايه، المينيمم ويج بياخدوا اقل ولازم انت اللي تدفع، دي مسؤوليتك انت. وانا مش فاهم بقول ايه. خلاص يا رجاله حصل خير. ايوه تلاقيهم تفوا في الاكل بتاعك. يعني حتى في اليابان اللي يسمع الناس بتتضايق لما تديها اكراميه، بيقول انا مش اقل منك، انت اللي بتديني اكراميه. لكن هنا لازم تدي اكراميه. فبس يعني أو لو بنت حلوه كده ادي اكراميه كده. انا ليه بقول حاجات كنت تفتكرها عاديه في مصر او عندنا وهنا مش عاديه؟ لان انا لما جات لي فكره الفيديو ده، جات لي فكره حاجات ما ينفعش تعملها في امريكا. فبعدين بحثت، انا لما بعمل فيديو بقوم داخل مدور لو في حد عامله، بشوف الفيديو، لو هو قال الحاجات اللي انا عايز اقولها فخلاص مش هعمل الفيديو. ما دام الفيديو موجود لا اعمله انا، لو ما عنديش اي حاجه اضيفها مش هعمله انا. لما دخلت على الفيديوهات لقيت الناس بتقول لك يعني مثلا حاجات ما تعملهاش في امريكا. النقطة اللي بعدها هي اوعوا تتحرشوا او تراقبوا اي بنت. والله طب يا ولد كويس ان انت قلت لي، يا انت تعرف لو ما قلتليش كان هيحصل ايه. تاني حاجة عادية على الأقل عندي في الكويت وفي مصر، كان إن أنت تعمل كلاكس أو تعمل زمارة السيارة. دي المفروض حاجة عادية، السيارة فيها زمارة كلاكس، بتشوف واحد صاحبك تزمر، تشوف مش عارف ايه تزمر، اي حاجة تزمر، واحد بيسوق بغباء بتزمر، يعني عايز تمشي بسرعة بتزمر، واحد معدي قدامك فجأة بتزمر، مش مشكلة. هنا انت مسموح لك تزمر مرة واحدة بس قبل ما تموت. بس انا مش عارف ايه الموضوع، بس فعلا الناس هنا عندهم حساسية من الزمار، انا مش فاهم في ايه. سيارتي صغيرة ورياضية يعني بسوق بتهور شوية يعني. ففي مرة كانت راكبة معايا واحدة صاحبتي وانا بسوق، عديت على واحد زمر، تزمر عليك. حصل ايه؟ انا عديته، ما احنا خلاص عدينا مفيش مشكله. لا تزمر عليك، تزمر عليك. يا طيب ايه المشكله؟ زمر عليا مش مشكله. انت قالت لا ده لو مش عارف ايه يعني حاجه كبيره، انا مش فاهم يعني ايه يعني زمر عليك هيقتلك. وبعدين لو دورت في الموضوع فعلا، لو زمرت على واحد انت حرفيا كان لازم تكون هتموت وبعدين تزمر. في فلوريدا فيديو مش هقدر اطلعه، بس فيديو انا شفته يعني، واحد كان بيسوق وزمر على واحد، قام التاني طلع مسدس من الجلاف بوكس، الشنطه الراكب اللي جنب السواق الباسنجر سيت، اللي هو حرفيا انت لما تزمر انت بتحط حياتك على المحك لو بتزمر بدون سبب يعني. حد ممكن يقتلك. نكمل. تالت حاجة بقى، واللي هي حاجة يعني في كلمات ما ينفعش تقولها. في مثلا الكلمة اللي بتبقى موجودة في كل الأغاني، موجودة في أي حاجة، اللي بيقولوا عليها الناس السود، حتى مش الأفارقة، إن إحنا الأفريقيين المصريين أفارقة فالمفروض نقدر نقولها، بس إحنا ما نقدرش نقولها لأنها بتتقال للناس اللي استعبدوا. تاريخ الكلمة دي ان الناس البيض كانوا بيقولوها للافارقه اللي جابوهم من افريقيا واستعبدوهم. اسمها الان وورد. الان وورد ان بتبدا بالان وهي كلمه الان يعني. انا مش هقدر اقولها
مع ان يعني مش هخبي عليكم، يعني انا لما كنت في مصر وفي الكويت في الكلمة في كل الاغاني فبغنيها عادي مش فارقة، يعني كلمة، يعني هو اي كلمة اخرها هتعمل ايه، يعني دي كلمة في الاول وفي الاخر، فما كانش عندي اي تقل. بس انا دلوقتي مش هقولها في الفيديو، لان انا لو حطيت نفسي على الانترنت بقول الكلمة دي الموضوع ده هيطاردني بعد 10 سنين. يعني حرفيا ممكن انا اكون هنا جاي اتخرج من جامعة ومش عارف ايه، حد يجيب اللقطة من الفيديو ده وانا بقول الكلمة يوديني في 60,000 داهية. ايوه الموضوع للدرجة دي يا رجالة. انا اقول لكم قصه حصلت في الجامعه عندنا وانتشرت على مستوى امريكا كلها. A University of Kentucky student caught on camera using racial slurs and getting physical after a night out. كان في بنت مش فاكر اسمها عشان كانت اكبر مني بكتير. الجامعه بتاعتنا فيها 30,000 طالب، الكل يعرفني بس انا ما اعرفش الكل يعني. ف اسف على الغرور بالمناسبه. المهم الجمعه اعتقد او يوم خميس مش فاكر، كانت رجعت سكرانه، فرجعت السكن سكرانه، نفس السكن اللي انا كنت فيه بالمناسبه. فالبنت دي رجعت وقعدت تكلم الاسانسير، هي سكرانه محدش رجعها، زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو اكبر مشاكل هتواجهك لازم يبقى معاهم حد عشان بيبقوا مجانين. بس المهم رجعت وقعدت تكلم الاسانسير، هي والاسانسير قاعدين في خناقه، حرفيا هي قاعده تكلم الاسانسير. ففي ريسبشن بيسموه ديسك كليرك، بيبقى شخص قاعد على الفرونت ديسك على الديسك الامامي يعني. فشافتها بيتكلم فمسكتها. البنت دي كانت صاحبة البشرة السمراء، فالبنت دي مسكتها وحاولت تزقها، بس مسكتها بطريقة غشيمة يعني، او يعني انت ما تمسكش، يعني بيبقى فيه تعامل، يعني انت الشخص ده ممكن يحط جسمه في وضع غريب يفقد توازنه، ممكن تخلع له كتفه بكل بساطة يعني. فانت بيبقى فيه فن للتعامل. وبيني وبينكم يا رجالة كشخص يعرف ريسبشنز كتير، جون ريسبشن وناس كتير اعرفهم ريسبشن، ما ينفعش تلمس اي حد، ما ينفعش تلمس اي حد داخل، يعني ما ينفعش تمسك اي حد قاعد. بس البنت دي كانت قاعده تكلم الاسانسير، فالشكل العام للمبنى وحش، ده مبنى سكن طلاب ما ينفعش. فقامت مسكت البنت، قامت البنت موسعت ايدها ومش عارف ايه، وبعدين قاموا الاتنين قعدوا يتخانقوا، بنت فايقه وبنت تانية سكرانه. فالبنت السكرانه دي البنت شقراء بيضه مش عارف ايه، راحت قالت الكلمه دي الان وورد للبنت دي، واجيب لكم الفيديو. الموضوع انتشر على امريكا كلها. I did not get paid enough for this. Exactly. Thank you. Thank you. Yeah. Home video. Me too. I got so. انتشر علينا ان احنا جامعه عنصريه. فالبنت البيضاء قالت لها الان وورد، وبعدين قعدت تقول الان وورد كتير، قعدت تقول لها. فالبنت دي كانت عارفين قعدت تتخانق معاها حاجه بشعه، يعني دي بنت بس سكرانه ودي قاعده تحاول تشدها ومش عارف ايه وبتاع، ودي قاعده تقول لها الان وورد. البنت دي يا رجاله اقول لكم، البنت السوداء راحت صورت الكلام ده وتاني يوم نزلت بوست على حسابها على الانستجرام، ولا بلبله ولا اي حاجه، نزلت بوست قالت انا تم الاعتداء عليا في العمل ومش عارف، مع ان انا غلطانه، ما ينفعش تمسك بنت، ما ينفعش تمسك، يعني انت كديسك كليرك ما تقدرش تمسك حد، بس هي راحت مسكت البنت دي. فانا اقول لكم يا رجاله البنت الشقره دي راحت في 60,000 داهيه. البنت دي كانت سينيور يعني اخر سنه، كانت عندها موقعه عقد مع شركه فاشن، مش عارف ايه الشركه، كانت موقعه مع مجله، كانت يعني خلاص هتتخرج تمام. البنت فسخوا معاها العقد، اتطردت من الجامعه، دخلت السجن، ايوه دخلت السجن، جالها تهديدات بالقتل، جال ابوها وامها تهديدات بالقتل، جال جدها وجدتها تهديدات بالقتل. انتوا متخيلين الموضوع كبير قد ايه يا رجاله؟ انتوا متخيلين ازاي الموضوع ممكن راح بعيد خالص؟ طب جدها وجدتها مالها؟ دول ناس قاعدين ما يعرفوش هو في ايه. فالموضوع للدرجه دي، الموضوع بجد للدرجه دي ان ما ينفعش كلمه ما ينفعش تقولها. وانا على فكره بيني وبينك اول ما جيت كنت بقولها زي ما قلت انا، وانا بعرف اتكلم يعني بعرف اطلع نفسي من المشاكل، فاقول انا افريقي
انتوا بتتكلموا في ايه؟ بس هي لو هنتكلم بجد بيني وبينكم ما ينفعش، لانها كلمه اتقالت للناس اللي استعبدوا. احنا كمصريين عمرنا ما استعبدنا يعني، غير في عهد السيسي، بس مش موضوعنا. فما ينفعش نقول الكلمه دي. والعرب بشكل عام، يعني فالا فهد سال. بالمناسبة يا رجالة شكرا، احنا اخر مرة كنا وصلنا 34% من الهدف. دلوقتي في وقت تصوير الفيديو ده وصلنا 52% من الهدف، زدنا 18%. يعني لو زدنا كمان 18% وكمان 18%، يعني الفيديو ده زودنا 18%، هنكون قربنا قدامنا 3 اسابيع. فلو زدنا 18% في كل اسبوع هنجيب العدد اللي احنا محتاجينه. وبالمناسبة يعني الفيديو عمل اللي عليه، بس كان في يعني الفيديو شافوا دلوقتي في وقت التصوير الفيديو ده شافوا 18,000 واحد. لو كان واحد من كل 2 عمل سبسكرايب كان وصلنا للهدف بتاعنا. بس مش مشكلة، انا مسامحكم يا رجال عشان بحبكم يعني. فدلوقتي انت بتتفرج وصلت لهنا، اعمل سبسكرايب، خلينا نوصل للهدف عشان اعمل لك فيديوهات احلى. شايف انا بس يعني بحبك. المهم اخر حاجة معانا، الحاجة مش مهمة قوي، بس يعني انا بحكم ان انا كان عندي صحاب كتير مدخنين، هقول لكم انا طول عمري بتقرف من التدخين. حتى انا وواحد صاحبي بدون ذكر اسماء عشان ما نفضحوش، حتى قلت له واحنا في الكويت، قلت له طفي سيجاره في ايدي وتبطل تدخن. قال لي ماشي ومش عارف ايه، وفي الاخر ما بطلش يدخن. بس مش مشكله. المهم فهنا في امريكا بيتقرفوا فشخ من الناس اللي بيدخنوا سجاير. يعني بيتقرفوا. انا مش عارف تقريبا يعني احنا الاعلام عندنا توماس شيلبي، مش عارف ايه توماس شيلبي، يعني هو ده اعلام انجليزي بس مش مشكلة يعني. بس قصدي ان الناس هنا الاشباح، الناس الفخمة هم اللي بيدخنوا، هم الناس اللي بتاع. هنا الاعلام مخلي الناس المقرفة اللي يعني الجانكيز المتسولين هم اللي بيدخنوا. فالناس بتتقرف قوي من الناس اللي بتدخن. والمشكلة في الموضوع ده ان انت لو بتدخن حشيش عادي خالص. وعشان نناقش الموضوع ده انا جبت معايا مواطن امريكي. سقطت علي مش مشكلة. معانا على الهواء مباشرة مواطن امريكي، هو مواطن امريكي وبيتقال ان هو من امبابة يعني. اي مساء الخير شباب. بص يا بهجت، ايه رأيك في الناس اللي بيشربوا كحول؟ يا حلو يا جميل. طيب ايه رأيك في الناس اللي بيدخنوا حشيش؟ يا حلو يا جميل. طب ايه رأيك في الناس اللي بيدخنوا سجاير؟ يا بايع دينك وعرضك يا ابن الكلب. فزي ما انتم شايفين، خليها البتاع دي. زي ما انتم شايفين المواطن الامريكي نفسه بيقول لكم الموضوع بجد، هو الموضوع بيضحك. ازاي انت ممكن تدخن؟ دي حاجه انا كنت لازم اذكرها في الفيديو. هنا حرفيا لو تدخن حشيش مش مشكله عادي، لو تدخن سجاير انت مقرف، انت مش عارف ايه. مع ان يعني ريحه الحشيش اسوأ مليون مره يعني. ويعني هما الاتنين بيضروا الرئه عشان نفس الطريقه، نفس الفيب، نفس كل حاجه. فبس يعني، وهو ده كان الفيديو. شكرا على المشاهدة. زي ما ايه رأيكم؟ كاميرا جديدة، الوان جديدة، مايك جديد، مش عارف ايه بتاع. المستوى وصلنا 4K 24 فريم. المفروض الشكل يبقى فخم. انا لسه شعري غريب عشان لسه واخد شاور. شايف بستحمى عشان كلمت يا رجالة قد كده بحبكم. اللي وصل لهنا فهم دول الرجالة القديمين يعني. فيا رجال احنا قربنا من 10,000. انتوا متخيلين؟ خلاص هنقدر نصور في الجامعة تصوير قانوني، نقدر نعمل اي حاجة، وجبنا المعدات، فكل حاجة مرسومة. بس اللي يقدر يشير الفيديو ده لاصحابه، نجيب مشتركين زيادة اكتر، تبقى حاجة فخمة. بس شكرا على المشاهدة، واطلع بره.